مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله ابو كفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. دعم المحتاجين في افعبت وعدخالة وعرزة. المواطنون في المهجر يقدمون المساعدات للاسر المحتاجه في البلاد. الامطار تضرب المنازل في مديريه مايمنه. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى اليقظة التامة لتفادي موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا. العنف في شمال غرب نيجيريا يرقم 23 ألفا على الفرار إلى النيجر. وفرنسا تدعو الصين إلى تركيز كل اهتمامها على مكافحة كوفيد 19. مرحبا بكم. إلى العناوين إلى التفاصيل. تلقت الأسر المحتاجة الملازمة لبيوتها في مديريات أفعبت وعدخالة وعرزة جراء جائحة كورونا المساعدات العينية والمالية، فقد قدمت لهؤلاء المحتاجين المواد الغذائية بقيمة 40 ألف نقفة جمعها شباب الطوعيين من التجار في ضاحية نارو أنس بمديرية أفعبت، فضلا عن توزيع مواد غذائية بقيمة حوالي 20 ألف نقفة في ضاحية قلبوب. وسمح السيد إبراهيم شيخ محمود الإقامة المجانية لمدة شهرين لمن يستأجرون منزله في أفعبت، كما ألقت السيدة أخبرت هبتة إيجار شهرين. وفي مديرية عدخالة تم تقديم 44 كنتالا من الذرة للأسر المحتاجة في مايشاخا، كما قدمت وحدات القيادة الوسطى الدعم العيني للأسر في ضاحيتي سومومو ومايلافو. وألقت السيدة أدنانش برهانه إيجار شهرين عن كاهل من يستأجرون منزلها. وقدمت وحدات قوات الدفاع 35 كنتالا من المواد الغذائية و100 لتر من زيت الطعام للأسر في غزة دنكور وغرالاسي بمديرية عرزة، وفي حدش عدي بمديرية مايمنة. تخفيفا للضغط المعيشي الذي يواجهه المواطنون الملازمون لبيوتهم جراء وباء كورونا، يقوم أصحاب المنازل المؤجرة سواء المتواجدين في الداخل أو المهجر السماح للمستأجرين بالإقامة المجانية لأشهر. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي. قرر المواطنون المقيمون في ألمانيا وهولندا سماح السكن المجاني لمستأجري منازلهم في البلاد. وأفادت السفارات الإريترية بأن السيدة ألغانيش شيدروس المقيمة في فرانكفورت الألمانية قررت إلغاء إيجارات شهرين لمستأجر طاحوناتها لشهرين وشهر لمستأجر دكان. وقررت أسرة سفالدات جبرهوت المقيمة في فوبرتال إلغاء إيجار 3 أشهر لأسرتين تستأجران منزلها في وكدبة. والسيدة فرويني عند مسقل من فوبرتال إيجار شهرين من 3 أسر في عناغودو. وقرر سيتا دسيكفل إلغاء إيجارات من 5 مستأجر في وسط أسمرة وكذلك في عدا حموس وجزباندا للشهرين. والسيد بياني أبرها حمبير ل3 أشهر لمنزله في عد سقدو. والسيدة أزمرة بياني أبرها مع زوجها. وقرر السيد تادسي كفل إلقاء إيجارات من 5 مستأجر في وسط أسمرة وكذلك في عدا حموس وجزباندا للشهرين. والسيد بياني أبرها حمبير ل3 أشهر لمنزله في عد سقدم. والسيد أزمرة بياني أبرها مع زوجها السيد سيمون سلمون لشهرين لمنزلهما ببارا دبا. والقس زرأم أبرها من شتوتغارت ل4 أشهر لمستأجري منزله في حدش عدي. والسيدة تزاري تخلا المقيمة في فرايبورغ لشهرين لمنزلها الكائن في قحوطة. وقررت أسرة السيدة صحية تكي المقيمة في ألمانيا إلغاء إيجارات شهرين لمنازلها في سمبل إندا كوريا وفيلاجو وكيرن. وفي هولندا قررت أسرة تقيم في أمستردام إلغاء إيجار شهرين من مستأجري منزلها في مايتمناي بأسمرة، وأخوين مقيمان في أمستردام ل3 أشهر في بلزم. من جهة أخرى واصل الإريتريون المقيمون في هولندا تبرعاتهم لصندوق التصدي لوباء كورونا، حيث تبرعت كنيسة كيدان محرت في روتردام 2000 يورو، وجمعية مدهني ألم زاندام 1000 يورو، وأسرة السيد تدسي الطعام 5000 يورو، ولجنة آباء الدعم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أمستردام 4000 يورو، وجمعية المعاقين في أمستردام 500 يورو، وجمعية المعاقين في روتردام 500 يورو، وجمعية السنيت أرنهم 1000 يورو، والجالية في لايدن 800 يورو، والجالية في روتردام 500 يورو، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في أمستردام 500 يورو، والتنظيمات الاجتماعية في أمستردام 3500 يورو، ولجنة الاحتفالات في هولندا 5000 يورو،
والجالية في أوترخت 3500 يورو، وفرقة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في فادن كسفن 2000 يورو، وفرقة الجبهة الشعبية في روتردام 2000 يورو، وفرقة الجبهة الشعبية في أوترخت 1220 يورو، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في روتردام 1000 يورو، والمرأة في أوترخت 1000 يورو، والجالية في كامبن 1000 يورو، وأعضاء السفارة 2145 يورو. وقدم الإريتريون المقيمون في هولندا حتى الآن 200 ألف يورو لتنمية صندوق التصدي لكوفيد-19. عاقبت الجهات المختصة المتاجر التي زادت الأسعار وكذا التي مارست النشاط التجاري غير القانوني بفرض الغرامات المالية وتأميم الممتلكات. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في إدارة مديرية قنداع السيد دانيال برهاني عن فرض غرامات تقدر ب 138,475 نقفة ل 51 من أصحاب المتاجر لانتهاكهم التعليمات الصادرة وتأميم ممتلكات 3 منهم. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في التعليمات التي أصدرتها في 21 من مارس بأن زيادة الأسعار جريمة تعرض للمساءلة القانونية. ومن جهة أخرى تم توزيع مساعدات عينية بقيمة 45 ألف نقفة للأسر المحتاجة في إنبات كلا. دعما لجهود وزارة الصحة لتصدي لوباء فيروس كورونا في البلاد والسيطرة عليه، تقدم دور العبادة والمواطنون والمؤسسات التجارية والجمعيات المختلفة المزيد من التبرعات المالية والعينية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. يساهم المواطنون في الداخل والمهجر ماليا وعينيا لتنمية صندوق تصدي كوفيد-19. ووفقا لذلك فقد ساهم مجلس البطاركة للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية إضافة إلى العمال العاملين في المجلس براتبهم الشهري، أي ما يعادل 481,074 نقفة. يذكر بأن مجلس بطاركة الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية كان قد ساهم من قبل ب1,000,000 نقفة. في غضون ذلك ساهمت ضاحية أوروتا في إقليم عنسبة ب12,000 نقفة، وأسند ب20,150 نقفة، وخوش ب10,700 نقفة، وشقالي ب3,465 نقفة، وأمبلداي ب6,450 نقفة، وشاكا وقريت ب3,000 نقفة، وجمعية المخابز ب52,600 نقفة، ومؤسسة توزيع البيرة ب10,000 نقفة، وجمعية الصيادلة ب17,000 نقفة، ومؤسسة توزيع الكوكاكولا ب10,000 نقفة، وأصحاب طواحين القلال ب6,600 نقفة، وسوق الذرة ب10,200 نقفة، وأصحاب الفنادق ب18,600 نقفة، وورش إصلاح الإطارات وورش السيارات ب21,500 نقفة، ومؤسسات الحدادة والنجارة ب7,900 نقفة، ومتاجر الخضر والفاكهة ب18,050 نقفة، وجمعية منتجي الخضر والفاكهة ب15,000 نقفة، ومتاجر بيع اللحوم ب13,800 نقفة. كما ساهمت محطة إيساق تخلي لتوزيع الوقود في دباروة ب4,000 نقفة، وحليب لتوزيع الكحول ب3,000 نقفة، وكافتيريا أولمبيا ب3,000 نقفة، ومتجر عقبة ميكائيل ب2,500 نقفة، إضافة إلى مؤسسة تسفا قرقيش لتوزيع المشروبات الغازية، ومخبزي برهان يعبيو وتكساس وفندق هابيت، ومغلق سامسوم ومزرعة هيلة سلاسة لتربية وتسمين الماشية، ومتاجر زفان هيلة وتسفى ألم وإيساق برهان نسا، ومؤسستي يوهنس للأسمنت والرمل ودانييل برهي لأعمال الحدادة والنجارة، ومتجري تولد قرزقهير وموسيع عقبة سلاسة للفلفل الأحمر، وبوتيك بنيام محسون ومتجري دبساي وفسها تخسي للذرة، ساهم كل واحد منهم ب2,000 نقفة. من جهة ثانية ساهم الإريتريون في الدمام والخبر في شرق المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع ب20,150 ريال، إضافة إلى المتبرع به مسبقا، ليرتفع إجمالي تبرعهم إلى 42,950 ريال. وبموجب ذلك بلغت مساهمات الإريتريون في الرياض وضواحيها 582,950 ريال حسب ما أعلنت عنه السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية. نزلت الأمطار التي هطلت في 8 مايو بمديرية ماي مني في الإقليم الجنوبي أضرارا بالمنازل، فقد ألحقت الأمطار الغزيرة التي هطلت لساعة واحدة أضرار جزئية ب10 منازل. كما أزالت الرياح التي صاحبت الأمطار ألواح الزنك من أسقف المنازل واقتلعت الأشجار الكبيرة من جذورها. هذا ولم تقع أي خسائر في الأرواح. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا.
مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من دخول عدة دول مرحلة الرفع على الحجر الصحي، ودعت المنظمة إلى اليقظة التامة لتفادي موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا. فقد تخطط عدد الوفيات حول العالم جراء الفيروس 293 ألفا، في وقت بدأت فيه روسيا تخفيفا حذرا لإجراءات العزل، مع ارتفاع الإصابات لديها إلى أكثر من 235 ألف إصابة مؤكدة، لتصبح ثاني بلد من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبح بإمكان كل منطقة روسية أن ترفع ببطء بعض القيود، لكن موسكو البؤرة الرئيسية للوباء في البلاد مددت العزل حتى 31 من مايو. ومثل روسيا بدأت عدة دول أوروبية في مرحلة رفع الحجر مع الإبقاء على جملة من الإجراءات الاحترازية، إذ بات وضع الكمامات إلزاميا في مجموعة منها. ويبدو ترامب متلهفا لإعادة تشغيل الاقتصاد وسط ارتفاع حاد في البطالة، لكنه يواجه مقاومة، إذ حذر كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي من عواقب وخيمة في حال عاد الأمريكيون إلى العمل وإعادة أنشطة الترفيه الجماعية قبل السيطرة على الوباء. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العنف في شمال غرب نيجيريا أجبر نحو 23 ألف شخص على الفرار إلى النيجر منذ أبريل، وأثار القلق إزاء الوضع الأمني المتدهور في المنطقة. وزادت أعداد الفارين إلى النيجر المجاورة 3 أضعاف تقريبا عن العام الماضي، عندما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أول تدفق للاجئين الذين بلغ عددهم 20 ألف شخص في أعقاب تمرد وقطع طرق في شمال نيجيريا، مما أودى بحياة المئات وتشريد الآلاف. وجاء التدفق الأخير ومعظم المشاركين فيه من النساء والأطفال بعد هجمات شنها مسلحون في ولاية كاتسينا وسوكوتو وزمفارا النيجيرية خلال شهر إبريل. رفضت فرنسا انتقادات الصين لعقد بيع الأسلحة مع تايوان، داعية بكين إلى التركيز بدلا من ذلك على المكافحة الجماعية لوباء كوفيد-19. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية غداة تحذير وجهته بكين إلى باريس حول بيع معدات عسكرية فرنسية إلى تايوان في مواجهة أزمة كوفيد-19 يجب أن يتركز كل اهتمامنا وجهودنا على مكافحة الوباء. وكانت الخارجية الصينية حثت فرنسا على إلقاء عقد تسلح مع تايوان، مشيرة إلى أن مثل هذه الصفقة مع الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها وتديرها حكومة معارضة لها قد يسيء إلى العلاقات الصينية الفرنسية. ويدور الحديث في تايوان على أن الصفقة تتناول بيع تجهيزات لفرقاطات فرنسية بيعت إلى السلاح البحري التايواني في التسعينيات، وتسببت بأزمة دبلوماسية حينها بين فرنسا والصين. ولا تزال بكين تدعي أن الجزيرة تتمتع بالحكم الذاتي كجزء من أراضيها في انتظار إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر، على الرغم من أن الجانبين يحكمان بشكل منفصل منذ أكثر من 7 عقود. تمثلت امرأة إسبانية تبلغ من العمر 113 عاما ويعتقد أنها أكبر معمرة في إسبانيا إلى الشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث تمكنت من التغلب على مرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة العديد من نزلاء دار الرعاية التي تقيم فيها بحسب ما أفادت به الدار. والتقطت ماريا برانياس العدوى في أبريل في دار سانتا ماريا ديل تورا للرعاية في مدينة أولوت في شرق أسبانيا، حيث عاشت فيها السنوات 20 الماضية وحاربت الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وحيدة معزولة في غرفتها. فقد تم عزل برانياس لأسابيع في غرفتها وهي تصارع الفيروس، مع السماح لموظف واحد فقط يرتدي ملابس واقية بزيارتها، وفق تقرير لقناة TV 3 الكاتالونية مع لقطات لها. وتعد إسبانيا من البلدان الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، حيث تم تسجيل نحو 27 ألف حالة وفاة بكوفيد-19 حتى الآن، وفقا لأرقام وزارة الصحة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.